السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنبتدي النهارده نعمل معاكم وصفة ان شاء الله جديدة، بس ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وان شاء الله هتلاقي رابط التيك توك في صندوق الوصف، ولو في اي وصفة عجبتكم نبعتوها لي على انستا وانا ان شاء الله اطبقها معاكم. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل ايه مع بعض. ربع كيلو لحمة نعمل اكلتين جامدين. اول حاجة قطعت بصلاية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها على النار في طاسة، وحطيت 4 معالق زيت، ونزلت الطاسة فيها البصلاية اللي انا فرماها. تمام. هتبني اشوح فيها كده لغاية ما تاخد اللون الذهبي، تدبل شوية كده. وبعد كده ايه هنشوف هنحط ايه تاني مع بعض. هنزل بقى هنا بربع كيلو اللحمة اهوت. تمام. وبعد كده هتبني اقلب فيها لغاية ما ايه ما تاخد اللون اللي هو اللون اللي عطى على رمادي ده. بعد كده هنزل بقى بالملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. تمام. اهو واد قرفة. ماشي. وهقلب بقى الكلام ده كله ببعضه. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر. تمام. لو عندك فلفل الوان ممكن تحطيه، انا عنديش الا فلفل اخضر حطيته. خلاص. بعد كده هقلبها لغايه ما تتشوح كويس جدا مع بعضها وتستوي اللحمه شويه. وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت هنا حله على البوتاجاز. تمام. وحطيت فيها 3 4 معالق زيت، وهنزل فيها عليها 3 مكعبات زبدة. والبصلاية مفرومة حطها هي كمان اهيت، وهقلب في البصلاية لغاية ما تاخد لون. وبعد كده هنزل ب4 فصوص توم مفرومين. وبعد اول ما التومة تطلع ريحة، ما استناش لما تحمر، اول ما التومة تطلع ريحة هنزل بالطماطم. ماشي. دي نزلت بالطماطم اهي، طماطم كنت مفرزاها عندي. ماشي. بعد كده بعد ما الطماطم تعمل، اجي نازله بمكعب زبده اهوت، مكعب مرقه سوري. ماشي. وحبه فلفل اسود وحبه ملح. وهقلب كل الكلام ده ببعضه واسيبها تاخد تسبيكه. وبعد كده هشوف هنعمل ايه تاني. هنا خلاص بقى اتسبكت. هنزل بقى بالخضار المشكل زي ما انتم شايفين. انا الخضار ده كان عندي كيس فيه بسله على جزر، وكان عندي خضار تاني بشكل اللي هي شوربه الخضار. ضربته كله على بعضه بتمسكها عامله زي ما انتم شايفين كده. ماشي. مش شرط ان انا التزم بحاجه معينه او اوقف نفسي، لا طبعا انت باي امكانيات هتقدري تعملي اللي انت عايزاه في بيتك، وهتقدري تاكلي الجماعه اللي عايشين معاكي في البيت باقل حاجه، ومن حاجه توقفك. هزودهم كوبايه ميه سخنه. ماشي. ما عنديش مرقه، فهزودهم كوبايه ميه سخنه. كده كده انا حاطه مكعب مرقه في الشرب في الخضار في الصلصه وانا بعملها. تمام. وبعد كده هسيبها تاخد غلوتين على البوتاجاز. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. هنا حبايبي غليت اهيت. هنزل ب3 ارباع اللحمه وهشيل معلقتين اخليهم على جنب. هقول لكم دلوقتي هنعمل بالمعلقتين اللي هحطهم على جنب دولت ايه. ماشي. وبعد كده اهو نزلت ب3 ارباع بتوع اللحمه. تمام. هديها هنا بقى تقليبه اهو زي ما انتم شايفين. تمام. وهغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها ونشوف احنا هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا البسله هنا قلتها على عين صغيره. وبعد كده هنحط 3 4 معالق زيت هنا عليهم 3 مكعبات زبده. وهنزل بالشعريه. ماشي. عشان انا هعمل رز بشعريه. وبعد كده هحط حبه ملح عشان يوحدوا لي اللون. زي ما احنا متفقين مع بعض ان تحطي ملح مع اي نوع من النشويات بتحمريه، لسان عصفور، مكرونه، رز، حبايه وحبايه شعريه زي كده بيوحد لك اللون. هقلب فيها كده لغايه ما اللون يحمر يبقى اصفر ذهبي. وهنشوف بقى نعمل ايه تاني. هنا خلاص الشعرية احمرت اهي معايا. هاجي نازلة بالرز. ماشي. الرز ده اختياري، انا عاملة هنا 4 كوبايات، انتوا براحتكم بقى. يعني انا عاملة كيلو الا كوباية، فانتوا براحتكم. انا عاملة على قدنا، فانت الرز ده اختياري. تمام. هنا هحط بقى مكعب مرقة. تمام اهوت. علشان خاطر ايه مفيش عندي مرقة احطها للرز، فانا هحط مكعب مرقة. احط بقى ملح، ده الملح ده اختياري طبعا. ماشي. وبعد كده هزود شوية مية تاني عشان لقيت الرز محتاج شوية مية، وهقلبه تقليبة واغطي عليه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. هنا بقى انا هعمل معاكم ايه صينية جلاش اهي. تمام. ال3 معالق اللي انا كنت شايلاهم من اللحمة اللي انا حطيتها على البسلة، حطيت عليهم كان عندي حبة زيتون
وقرن فلفل قطعته على الزيتون وحطيته فوق اللحمة زي ما انتم شايفين. هجيب بقى هنا شوية جبنة موتزاريلا هحطهم عشان اكتر الحشوة بتاعة الجلاش. تمام. وهاجي مقلباها كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى خلاص قلبتها اهي. هنا عندي بقى صينية اكبر قوي، اكبر صينية في طقم الصواني بتاع البسبوسة. وهنا حطيت معلقتين زيت على حوالي 5 6 معالق مكعبات زبدة. تمام. وهتمسك الصينية ادهنها زي ما انتم شايفين كده اهي. وبعد كده حطيت ورقة الجلاش وبدهنها بردك دهنة خفيفة. واحط بقى واحدة ورا واحدة كده، ايه يعني واحدة فوق واحدة. اقسم صينية لفة الجلاش نصين. نص هحطه تحت، نص اللفة هحطه تحت والنص التاني هحطه فوق بعد ما احط الحشوة في النص. ماشي. هنخلص النص الاولاني وارجع لكم تاني نشوف هنحط ايه تاني مع بعض. هنا خلاص كده فضي بقى الحشوة. قسمت لفة الجلاش وزي ما انتم شايفين كده حطيت الحشوة. افردها بقى فوق الجلاش في الصينية كلها، يعني اعملها في الصينية كلها، فردها في الصينية عشان تبقى كلها واخدة من بعضيها كلها محشية. ماشي اهو كده الف كده. مهم. مش شرط يكون عندي فراخ ولحمة على فكرة. بأقل حاجة تمشي نفسك في الغلا اللي احنا فيه ده. وأي حاجة هتمشي بيها بيتك وهتمشي بيها حياتك. ربع كيلو لحمة عملنا منه كذا حاجة، عملنا صينية جلاش وعملنا منه أكلة تكفي كذا فرد. تمام. هاجي ماسكة بقى كده جايبة ورق الجلاش. حتى لو أنا عندي لفة الجلاش مني اتقطعت لقيتها مقطوعة مني، أنا بصراحة فكيت لقيتها مقطوعة مني ومتهلهلة كده. بس مش معنى كده إن أنا مش هكمل بيها، لأ هكمل بيها وهتشوفوها وتطلع زي الفل بإذن الرحمن دلوقتي. طالما الواحد بيسمي الرحمن في الحاجة وهو بيعملها وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيصلي على النبي، حاجة تطلع زي الفل. مش أنا هكمل بقى الصينية وبعد كده هرجع له. انا هنا خلصت صينيه الجلاش خالص اهي. حبيت اوريكم الحرف الاخراني اللي باقي معايا ان انا بدخله تحت الصينيه كده. تمام. شوفي ولا كاني باين فيها ورق مقطوع ولا اي حاجه خالص. امسكيها تظبطيها كده وبعد كده همسكها بقى اقطعها معاكم بالسكينه اهوت. اقطعها بقى زي ما انت عايزه، مربعات، عايزه تقطعها سمبوكس، انا دلوقتي هقطعها مثلثات. تمام. اول حاجه هاجي ماسكاها من النص كده وبعد كده هاجي واخداها تاني كده من النص تاني. تمام. وكل مثلث من اللي قدامكم ده هقسمه على 3 أجزاء. يعني المثلث هيجي معايا على 3 أجزاء أو 4 أجزاء كمان أهو. كده هعمل معاكم أول مثلث أهو. أهو المثلث ده هيعمل معايا 4. هتمشي على نفس المثلث أهو كده. أنا عارفة إن في ناس ما بتعرفش تقطع التقطيعة دي، عشان كده أنا هطول شوية في الحتة ديت عشان خاطر بس البنات واللي هما ما بيعرفوش يقطعوا التقطيعة دي. أنا كنت واحدة زيكم ما كنتش بعرف أقطعها لغاية ما اتعلمت تقطيعتها. بتاعتها سهلة جدا. بس هو عايزة شوية تركيز وإن شاء الله تعرفي تقطعها تبقى سهلة جدا معاكي أهي. معلش هي هنا بس عشان خاطر طولت شوية. زي ما انتوا شفتوها كده. هنا بقى مكان ما كنت أنا عاملة الزبدة بدهن بيها الجلاش كان باقي حوالي معلقة كده، فضيت فوق منها كسرت بيضاية فوق منها وحطيت كوباية حليب. تمام. وبعد كده هنزل برشة ملح ورشة فلفل أسود. اهي رشة الفلفل الأسود كمان. وبعد كده هجيب شوكة هرب كل الكلام ده مع بعض، اضربه كله في بعضه، اضرب البيضة مع اللبن مع كده عشان خاطر ايه البيضة تندمج مع اللبن ومع الملح والفلفل. وبعد كده هاجي واخدة جايباها نازلة بيها على الصينية كلها كده. واسيبها ايه تتشرب فيها لغاية اسيبها حوالي 3 4 دقايق تتشرب. هزيها كده من بعضها عشان تنزل تحت كده. وبعد كده تسيبيها حوالي 3 4 دقايق. انا مشغلة الفرن من اول ما بدأت فيها. تمام. هسيبها بقى تتشرب وبعد كده هدخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. هنا بعد ما طلعت من الفرن اهيت. تمام. بص وشها احمر وجميله وزي الفل ازاي. بعد كده بقى همسكها اقطعها ونشوفها واحنا حاطينها في التقديم. الاكل حبايبي اهوت بعد ما غرفته. وكان عندي بتنجانه رومي قطعتها وسلقتها. وجيت حاطه في الكبه ليمونه على حبه كمون على حبه ملح وقرن فلفل اخضر على احمر. وجيت حاشيه بيه البتنجان زي ما انتم شايفين كده جنب الاكل عشان اكل تبقى يعني الاكل حرش وكده. ودي صينيه الجلاشه اهيت زي الفل. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك، وهتلاقي رابط التيك توك في صندوق الوصف. لو في اي اكله جايه على بالكم ولا اي حاجه انتوا عايزين نعملها لكم ابعتوها لي على انستا. وان شاء الله باذن الرحمن اطبقها معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في رعاية الله وأمره.